السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ تاني حلقات الفانتزي هنتكلم فيها على 3 فقرات. الفقرة الأولى اشتري مني، دي اللعيبة اللي احنا هنكمل بيها، اللي انا قلت لكم عليها خلال الأسبوع الأولاني، واللعيبة الديفرنشال اللي ممكن نضيفها خلال الأسبوع التاني. تاني فقرة هتبقى بيع يا وديع، دي اللعيبة اللي احنا شايفين انها مش بدأ الموسم بشكل ممتاز وممكن ما نحافظش عليها ونبدأ نتخلص منها، خصوصا لو البادجت بتاعها عالي. وتالت فقرة هي فقرة الكابتن. بداية بفقرة اشتري مني، أول واحد هنتكلم عليه طبعا اللي هو كان ديفرنشال ومن اللعيبة اللي احنا قلنا عليها الحلقة الأولانية، رايندرز من مانشستر سيتي، محور الهجوم في مانشستر سيتي. عامل الناحية الهجومية هو وهالاند بشكل كبير جدا، فطبعا لعيب ب5.5 وهجومي في مانشستر سيتي، ده ديفرنشال ممتاز الحقيقة. ضيف عليه هالاند طبعا، لو انت عندك البادجت لازم يبقى موجود عندك في فرقتك. وآية نوري في الناحية الدفاعية، برضو واضح ان جارديولا هيعتمد عليه الفترة الجاية. طبعا احنا بنخاف من الديفرنشال بتاع جارديولا، عشان كده ما بنضيفش لعيبة كتير من مانشستر سيتي، بس بالنسبة للثلاث لعيبة دول هيبقوا حلول عنده. وطبعا اللعيب الديفرنشال اللي انا عايز اضيفه وكنت عايز اجيبه من الاسبوع اللي فات، بس برضو الروتيشنال قلقني، وهو شاركي لعيب ممتاز، تسديداته خطيرة، واعتقد ان جارديولا هيبدأ يحطه في التشكيل الاساسي. ده بالنسبة لمانشستر سيتي. بالنسبة لتوتنهام، الثنائية اللي احنا قلنا عليها بتاعت قدوس وريتشارلسون هنحافظ عليها. لعيبة هيبقوا هما المحور الهجومي في توتنهام، وضيف عليهم بيدرو بورو. دول افضل حلول من ناحية توتنهام. بالنسبة لارسنال ماتشاتها صعبة، لكن زي ما انا قلت لك هعمل روتيشن ما بين بالمر وساكا. ساكا الاسبوع ده هيبقى حل ممتاز، وهنستنى على جوكريس نشوف ايه قصته، هل هيبدأ يطلع قماش ولا هيفضل بالمستوى السيء اللي كان عليه في الاسبوع الاولاني. والدفاع بتاع ارسنال طبعا واضح ان هو مستمر في ادائه الممتاز، فممكن لو انت عندك حد من دفاع ارسنال تحافظ عليه. ده بالنسبة لارسنال، مش اكتر من كده. مانشستر يونايتد كانت معانا في ماتش الاولاني مع ارسنال، صراحة ادت اداء ممتاز. خسرت لكن كانت هي الافضل. عندك كونيا وموبويمو هما محور الهجوم، وانا هصبر على سيسكو اشوفه، لان هو كان جيد برضو، ما كانش مؤدي اداء سيء الاسبوع الاولاني، فهصبر عليه. وبالنسبة للدفاع برضو ممكن خيار ديفرنشال من مانشستر يونايتد هو دورجو. نكمل على اللعيبة اللي حافظ عليها او ممكن نبدأ نضيفها. عندك سيمينيو في نص الملعب من بورنموث، لعيب ممتاز. ماتشه الاسبوع ده قدام وولفز ممكن يبقى حل جيد جدا. قلنا على كريس وود لازال هو المهاجم الاساسي لنوتنغهام فورست، وهو اللي ممكن يبقى الديفرنشال في منطقة الهجومية في نوتنغهام فورست. مين تاني ممكن نضيفه من نوتنغهام فورست؟ حتى الآن مفيش حد بارز قوي أكتر من كريس وود. دول معظم اللعيبة اللي احنا اتكلمنا عليها، واللي أنا بفكر أقول لكم عليهم از ديفرنشال في اشتري مني. بالنسبة لفقرة بيع يا وديع، هنفكر في دفاع ليفربول. الحقيقة 6 مليون، معظمهم لعيبة ب6 مليون، والناحية الدفاعية شكلها مش أفضل حاجة في ليفربول لو هتفكر فيه ممكن صلاح، ونشوفه خلال الأسابيع القادمة. هل البرايس بتاعه هو بيدينا نقط على قد البرايس؟ لو ما بيديناش بالشكل الكبير ممكن نبدأ نفكر ان احنا نسحبه برضو ونحط البادجت بتاعه في هالاند. لكن حتى الآن لا، أنا حافظ عليه، وممكن نضيف معاه إيكيتيكي اللي هو ظهر بشكل جيد جدا في الأسبوع الأولاني. لكن في فقرة بيع يا وديع، دفاع ليفربول أنا شايف إن احنا نبدأ نتخلص منه.
ده ابرز حاجة انا اقدر اتكلم فيها في اللعيبة اللي انت ممكن تتخلص منها. هو دفاع ليفربول، احنا لسه في الاسبوع الاولاني، فدي الحاجة الوحيدة اللي برزت قوي اللي احنا ممكن نتكلم فيها في اللعيبة اللي نسيبها. بالنسبة لفقرة الكابتنة، ممكن نبدأ نتكلم على ساكا. ساكا طبعا أحسن حل كابتنة الأسبوع ده أمام ليدز، ويبقى هالاند حل برضه ما يقلش عن ساكا. خلال الأسبوع ده هيلعب توتنهام صحيح، بس الماتش هيبقى مفتوح، وممكن هالاند يبقى كابتن ممتاز للجولة دي. إضافة إلى كابتن ديفرنشال سيمينيو في ماتش الولفز، هيبقى حل ديفرنشال ككابتنة ان هو يعمل نتيجة عالية الاسبوع ده. دول بالنسبة لي التلات كباتن اللي احنا ممكن نفكر فيهم. اضافة الى لو عايز ديفرنشال برضو ادينجرا من ساندرلاند، وبالارد اللاعب الباك الوينج باك بتاعهم اللي ظهر بشكل ممتاز الاسبوع الاول، ممكن برضو يبقى حل جيد في الكابتن الديفرنشال. دي كانت حلقتنا النهاردة، حلقة بسيطة كنا بنتكلم فيها على اللعيبة اللي نحافظ عليها، واللعيبة اللي نبدأ نفكر نبيعها، والكابتن الديفرنشال. أشوفكم في الحلقة الثالثة في الفانتزي الأسبوع الجاي إن شاء الله. شكرا، سلام عليكم.